فعلا التعليم في العالم القروي يعيش وضعية كارثية. ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة أو ستقوم بها لعلاج هذه الوضعية؟ اعتباطا فقط أنا أعرف جيدا ما أقوله من خلال الزيارة التفقدية التي قمنا بها في بعض الفرعيات، جل الفرعيات في الجامعات. شفنا مدارس لا يمكن أن نسميها مدارس إذا كانت هناك حجرات بدون أسيجة، بدون مرافق صحية. كاين في دائرة كتامة ودائرة ترقست ودائرة بني بوفراح وفي الشمال وفي وزن وفي شفشاون وغيرها، اللي شفنا هو أنه مدرسة بدون أسقف، ما عندهاش سقف السيد الوزير. إلا عندها السقف ما عندهاش سراجم، إلا ما عندهاش سراجم ما عندهاش البيبان. شفتهم بعيني في دائرة كتامة وطبرانت. فلذلك هذه المسائل هذه أنا أقول والله كنقول واش هذا تعليم، هذه مدارس ما يمكنش نسميوها مدارس. كاين تركيز العمل في المراكز القروية في لي سونتر، ولكن على برا في الفروع فين كاين الكثافة السكانية ما عطيناش الأهمية لهذا الشيء نهائيا. نحن راه الإشارة وكذلك على المستوى المركزي والمحلي لتجاوز مثل هذه الأوضاع.